تخيل نفسك تبقى مكان أم رايحة شغلها عادي، وفجأة يوصلك خبر إن ولادك في المستشفى بين الحياة والموت، ومفيش أي شبهة جنائية. لكن الحقيقة أبشع بكتير من كده. في واحدة من أغرب قضايا الطب الشرعي في 2013. يا ترى مين الفاعل وإيه اللي حصل؟ أهلا بيكم، أنا الكاشف. ده برنامج عبرة في حكاية. اللي قدامك في الصورة دي اسمها صفاء، ست أرملة وجوزها مات وساب لها طفلين وميراث محترم. كانت في شغلها عادي، وفجأة جالها تليفون يقلب حياتها. أولادك في المستشفى وبحالة حرجة جدا، أكلوا أكل منتهي الصلاحية. صفاء سابت شغلها وطلعت تجري على المستشفى، وهناك سمعت الكلمة اللي كسرت قلبها: ابنك الكبير مات والتاني في العناية المركزة، حالته خطيرة جدا. الدكاترة قالوا إن مفيش شبهة جنائية، وإن اللي حصل ده تسمم من أكل فاسد. لكن الحقيقة كانت بتحضر نفسها إنها تبان. التحاليل بتاعت الطفل اللي مات ما فيهاش أي آثار لسموم غريبة، يعني الوفاة حصلت بسبب أكل فاسد. لكن لما حللوا عينة من الجسم الطفل التاني لقوا آثار مادة سامة ملهاش علاقة بالأكل خالص. وهنا بدأ الموضوع ياخد منحنى تاني خالص. إزاي طفلين ياكلوا من نفس الأكل، واحد فيهم مفيهوش سم والتاني فيه مادة سامة مصنعة؟ الطب الشرعي طلب فورا فتح التحقيق من جديد، لأن في حاجة غلط وفي حد بيحاول يغطي على جريمة بشعة. جهات التحقيق بقت تحقق مع صفاء وسألوها عن أي حد بيكره الأطفال. صفاء قالت إن عم الأولاد كان دايما بيعاملهم وحش، وكان دايما بيقول لها العيال دول واخدين ورث أخويا وأنا اللي أحق بيه. الشك بدأ يلف حوالين العم، لكن مفيش دليل مباشر عليه. وهنا الطب الشرعي طلب حاجة غريبة، إنهم يخرجوا جثة الطفل اللي مات من القبر. وفعلا خرجوا الجثة، وبعد الفحص اكتشفوا الكارثة. الطفل المتوفي فيه في جسمه نفس المادة السامة اللي كانت عند أخوه، بس بنسبة أقل. وده معناه إن الطفلين كانوا بيتعرضوا لسم ببطء على فترات بعيدة، يعني مش تسمم عادي، ده قتل متعمد بمادة مميتة بتظهر تأثيرها بعد فترات طويلة. وهنا اتأكد الطب الشرعي إن في حد بيحاول يقتلهم على مراحل، لكن مين وليه وإزاي؟ بعد التحريات والمراقبة تم القبض على عم الأولاد والصيدلي، واتضح إن عم الأولاد كان بيتعامل مع صاحب ليه شغال في صيدلية، وحكى له عن الورث وقال له ولاد أخويا دول لو ماتوا الورث هيبقى ليا وأنت هتبقى ليك الحلاوة. الصيدلي وافق وصنع له سم معين أعراضه متظهرش بسرعة، لكن لازم يتاخد على فترات وبكميات صغيرة. بس عم الأولاد كان مستعجل وبدأ يديهم جرعات أكبر، وفي يوم حط السم في الأكل، والصدفة العجيبة إن الأكل كمان كان فاسد ومنتهي الصلاحية. وده اللي دخل الأطفال المستشفى وكشف كل حاجة. الحمد لله الطفل التاني بدأ يتحسن بعد علاج طويل، والأم أخذت حق ابنها اللي مات. والتحقيقات كشفت جريمة كانت هتعدي بسهولة لو ما كانش في طب شرعي يقظ وفاهم. والعم والصيدلي اتحبسوا بتهمة القتل العمد. مش كل جريمة بتبان من أول لحظة، بس العدل دايما ليه طريق يوصل للحقيقة، نهايتها هتكون أبشع من خيال. اكتبولي رأيكم في التعليقات. لو كنت مكان الأم كنت هتشك في حد؟ وهل شايف إن الورث ممكن يغير النفوس للدرجة ديت؟ أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. سلام عليكم.